دكتور حسام، آخر سؤال في حلقتنا النهاردة. عايزة أقول لحضرتك حاجة. الحياة صعبة قوي على الشباب، وخصوصا الشباب المكافح، وأحيانا بيفقد الشغف في تحقيق حلمه لصعوبة الوصول ليه. تنصحوا بإيه؟ شوفي بقى، الموضوع ده أصلي مهم للغاية. أيامنا إحنا وإحنا صغيرين في سنكم ما كانش في تكنولوجيا خالص. كنت أحلم فقط إن أنا أبقى مؤثر في مجتمعي وأنجح في عملي، وكان نفسي أشتغل في السياحة. يعني كنت أصلي وأقول يا رب خلينا أشتغل شغلانة أسافر فيها كتير. وبعدين هي التصميم والإرادة والفشل بيولد النجاح. إذا أنا من أول فشل ليا ووقعت ويأست بصراحة، يعني أنا بشوف إنه ده مش إنه ده ما عندوش أحلام، إنه ده ما يستحقش، حتى هذا الشاب ما يستحقش إنه يحلم. الحلم ثم العمل على الحلم ثم العمل ليل نهار ثم الفشل مرة واثنين وثلاثة، والفشل يقويني ولا يخليني أيأس ولا يخليني أبعد عن الهدف بتاعي أبدا. أصمم، بس مهم قوي يبقى عندي خريطة. أقول لك بلاش خطة عمل، يقول يعني أنا كان عندي ورقة كاتب فيها في سن كذا عايز أبقى كذا، في سن كذا عايز أحقق كذا. تحديد الأهداف هو ده. طيب أحققه إزاي؟ علم، عمل مستمر، فترة زمنية، تصميم على النجاح، وإرادة حديدية، ولا مجال للفشل. مش معناها أن مش لازم أفشل، لا، ده أنا حضرتك عشان أشتغل في السياحة الإلكترونية وفي التكنولوجيا، أنا اشتغلت مع كل الشركات العالمية في مجال يعني ياهو اشتغلت معها، وجوجل اشتغلت معها، وMSN اشتغلت معها، وكانوا أصدقائي. كل العاملين كانوا أصدقائي، ومكتوب اشتغلت معاه وكانوا أصدقائي. طبعا دول مش يعني معظمهم مش موجود دلوقتي، ما عدا جوجل موجود. لكن عايز أقول لحضرتك على حاجة، كنت أقع وافتكر الدنيا مش هتقوم تاني، فجأة انتفض وقول لا هنجح، هقوم وهكمل، لحد ما بقيت في فترة من الفترات الوحيد الذي تستعين به الدول عشان يدربها على التسويق الرقمي لقطاع السياحة. طيب الوحيد، عشان كده أنا كسبت كتير جدا، بس بالعلم. شوفي بقى، علم وتصميم وموهبة وتصميم على العمل، وعدم اليأس أبدا أبدا أبدا، والمحاولة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لحد النجاح. التصميم، يعني التصميم للشباب. الشاب ما ينفعش إنه هو سريعا جدا عايز يمتلك كل حاجة.